السلام عليكم، ان شاء الله قاعد تكونوا غايه. اليوم جيتكم طاجين الزيتون مجمر في الفور، لذيذ جدا، جربوه اكيد راح يعجبكم. معايا واش نحتاجو: حبه متوسطه من البصل، 2 زروديه، حبه متوسطه من الطماطم، فخذ الدجاج على حسب افراد العائله، ماجيكو، نص عود قرفه، ونص ورقه عرن باش ما يجيناش مر، والمعدنوس اكيد. في كوكوط درت ملعقه كبيره نتاع زبده، درت معاها 2 مغارف تاع الزيت، غادي ندير فخذ تاع الدجاج، يعني نتوما حسب افراد العائله، ودائما نقولكم موجود من الموجود. درت حبه تاع بصله كبيره قطعتها هكا كالكيك، وغادي نزيد معاها لي زيبي، غادي نخليهم لكم هنا مكتوبين، ونخليهم يتقلاو تري بيان بازوري على التقليه. فوالا حنا خليتها حوالي ربع ساعه، نبلع على الكوكوط باش كيما هكا ما تنحرقليش البصله. زدت عليه ملعقه حبه تاع الطماطم كنت يعني بشرتها، وراني نقليه فيها هي الاخرى. من بعد غادي نزيد حوالي ملعقه كبيره نتاع المعدنوس مع دوك الزوج نتاع زروديه، ثاني نص عود قرفه مع نص ورقه عرن باش ما تجيناش مروريه، زدت الزيتون وغادي نمرق قبل ما يكون حامي. فوالا هنا انا تعمدت نكتر الماء شويه في لاكوكوط باش هذيك هي المرقه تجيني خفيفه، باش كي ندخلها للفور تقد تجمر لي. لها باكي تاع الماجيكو بعد ما تذوقوا الملح. هنا في البلا اللي يدخل للفوق غادي نحط المرقه تاعي مع الدجاج مع الزيتون. شوفوا نتوما اسيو الدجاج تدهنوه من فوق بالزبده باش يتحمر لكم غاير. انا نسيت هنا نحط كاع المرقه تاعي كيما راكم تشوفوا، وندخلاه للفوق، نشعل عليه غير من تحت، يعني كي نشوفه اختار كيما راكم تشوفوا. والله هنا مازال، هنا كنت عاد نشوف فيه. هذا هو الشكل النهائي، نتمنى انكم تجربوه، ومرحبا بكم في لاشين تاعي.